اسمعوا الصوت، سمعتوا؟ شوفوا بقى كمان. اهلا بيكم في اكله وضحكه. تحبوا البقسماط الهش والمقرمش زي بتاع بره بالظبط؟ النهارده هنعمل مع بعض البقسماط يطلع زي بتاع الافران. جاهزين للتجربه؟ يلا بينا. ودلوقتي هنقول على المقادير اللي هنعمل بيها البقسماط. كيلو دقيق، معلقتين كبار سكر، ومعلقتين كبار خميره، ومعايا كوبايتين ميه دافيه، نص كوبايه زيت، سمسم لتزيين البقسماط وده اختياري، ومعلقتين صغيرين ملح. هي دي بس المكونات. وادي دلوقتي جبت العجانه. هنعمل ايه؟ اول حاجه ادي الخميره والسكر، هحط شويه ميه قليلين وهقلبهم حلو لغايه ما تبتدي مفعول الخميره يشتغل. دلوقتي هنحط الدقيق، هننزله كله مره واحده. ودلوقتي هننزل بالملح، هنزل بالزيت، هنقلبه شويه قبل ما نحط الخميره على سرعه هاديه. هنزل بالخميره على الخليط. دلوقتي هنزل بالميه الدافيه، هنزل شويه شويه، هصبها شويه شويه. ودلوقتي حبيت اوريكي انا حطيت كوبايتين بالظبط ميه. بصي انا عايزاها، انا طبعا ضربتها بتاع 10 دقايق، انا عايزاها كده، عايزاها ماسكه نفسها. ودلوقتي اهو انا خلاص، بصي العجينه انا عايزاها تبقى ماسكه كده، مش عايزاها طريه، مش عايزاها تلزق، عشان تاخدي نتيجه حلوه للبقسماط. اهو بصي متلزقش خالص. هندهن دهنه زيت خفيفه اهو، وهنحط دي وهنرجع ندهنها دهنه زيت اهو، حاجه خفيفه جدا. وهنغطيها. انا ما بحبش اغطي الطبق من فوق، انا بحب اغطي العجينه نفسها اهو. هعمل ايه؟ هجيب فوطه وارجع احطها واسيبها من ساعه لساعه ونص لغايه ما الاقي العجينه تضاعفت حجمها، وبعدين نبتدي نشتغل فيها. رجعت لكم بعد ساعه وربع بعد ما حطيت العجينه تخمر. بصوا بصوا. ودلوقتي انا عايزه افرغ الهواء منها. بصوا بصوا، بعد ما خمرت بقت طريه ما بتلزقش. دلوقتي اهي العجينه. هعمل ايه دلوقتي؟ ادي جبت صينيه، هاخد كل العجينه دي واحطها هنا وهفردها، هفردها كلها اهو. دلوقتي هعمل ايه؟ هقطعها بقطعه البيتزا، هقطعها صوابع رفيعه. هتقطعيها صوابع رفيعه وتشوفي انت الطول اللي عايزاه. انا هقسمها على 3، هقطع دول اخلصهم وارجع اخلص التانيين. ودلوقتي جبت صينيه هشتغل عليها، هاخد واحده واحده من اللي انا قطعتهم. كل اللي هعمله هعمل بايدي كده، هبرمها بشكل خفيف، مش هنضغط عليها اهو اهو. انا ده بالنسبه لي انا عايزه يبقى السمك كده وتبقى قصيره كده اهو. هبتدي ارصها. خلاص بعد ما عملت اول صينيه انا هسيبها ترتاح لمده 10 دقائق، هغطيها واسيبها. هشغل في الوقت ده الفرن هشغله على 390 درجه فahrenheit. ما تعلوش الحراره عن كده، هنشغله من 15 ل 20 دقيقه. واول ما الوش يحمر هنطلعه بره يرتاح 10 دقائق في الهواء، وهقول لكم هنعمل ايه. دي العجينه اللي اتبقت من اول صينيه. هنعمل ايه؟ هقول لكم على طريقه تانية بدل ما تقعدي تمسكي العجين وتبرميه وياخد شكل البقسماط، بطريقه اسهل من كده خالص. هنقطع العجينه اهو، هتقومي هنشيل دي كده، هقطع كده، هاخد واحده. وطبعا لازم هتظبطي شكلها اهو، مثلا دي طويله بنشيل الزيادات اهو، هنحطه زي ما هو كده، بس لازم يكون حجمه ايه؟ يبقى كده، شايفه اهو. هنرصه عادي في الصينيه من غير ما تقعدي تبرمي فيه وياخد شكل البقسماط، وهيطلع هش وجميل ونفس الشكل. وادي اهو خلصت تاني صينيه. وبصوا بتحاولي تعمليها على قد ما تقدري تبقى الاطول زي بعض. هغطيها لغايه ما الصينيه الاولى تطلع من الفرن. دلوقتي بعد ما طلعت الصينيه من الفرن بعد 15 دقيقه سبتها تبرد خالص لمده ربع ساعه، وشايفين هي مسكت نفسها بس لسه نيه. هعمل ايه دلوقتي؟ انا جايبه شويه زيت، وممكن تحطي شويه ميه بسكر،
وتدهنيهم. فانا دلوقتي هدهن صوابع البقسماط، هدهنهم دهنه زيت عشان لسه هدخلهم الفرن تاني يكملوا السوا بتاعها. هرش شويه سمسم عليها من فوق، لو ما بتحبيش السمسم خلاص بلاش، يا دوبك بس يدي منظر كده. وادي دلوقتي هوطي حراره الفرن من 390 درجه فهرنهايت ل 285 درجه فهرنهايت. هدخلها لمده تقريبا من 20 ل 25 دقيقه. ودلوقتي بعد 35 دقيقه كان في الفرن، طلعته سبته يبرد خالص. عايزه اسمعكم بس الصوت. ايه رايكم في البقسماط الجميل ده؟ دلوقتي خلاص البقسماط بتاعنا جهز. شايفين شكله؟ بصوا بصوا شكله، وبصوا اللون بتاعه، اسمعوا بصوا مفرغ ازاي من جوه. هسمعك واحده، جربوه رائع. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم المره الجايه. باي باي.